لو فاكر ان سوق برشلونة خلص ومفيش صفقات جديدة، فلابورتا بيقولك انت غلطان. انا هقولك ازاي. كلام كتير بعد نهاية الموسم ان برشلونة هيعمل ميركاتو تاريخي، واللي تم في الاخر هو 3 صفقات: جارسيا وراشفورد وباردغجي. وعلى فكرة ده بالنسبة لوضع النادي المالي فهو شيء ممتاز. بعدها الكلام كان ان كده ميركاتو البارسا انتهى، وده بالرغم ان فليك والجماهير كان نفسهم في صفقة او 2 كمان. وعلشان بقى لابورتا محدش يتوقعه، لقيناه خرج بتصريحات من كام يوم واكد ان لسه في صفقات جديدة. وانا بصراحة مش عارفة اصدقه ولا كالعادة بيعمل شو على الفاضي. بس الغريب بقى ان صحيفة سبورت نفسها اكدت صحة توجهات لابورتا، وان فعلا الادارة الرياضية بتفكر بتدعيم الفريق بلاعب او 2 على مستوى خط الدفاع، وبالاخص الظاهرين اليمين والشمال. بس اعتقد ده هيحصل فعلا لو البارسا باع كام لاعب زي فورت مثلا وكاسادو، ومش بعيد كمان يحصل عملية بيع كبيرة للاعب مهم. سامعاكم يا كاتالانيا اللي بتقولوا اكيد اروخو. السؤال الاهم دلوقتي، هل شايفين ان